ناس كتير جدا بتقول ان هم مش بيحبوا البسلة، بس بالعكس لما الاكلة تكون انتي خدماها كويس جدا معاكي بتطلع احلى اكل من تحت ايدك يا ست الكل. قدمنا معانا النهارده شوربة بالبصل وكمان البسلة مع شوية رز كده بالشعرية، احلى غدا ليكي يا ست الكل النهارده. عندي هنا حلة سخنة فيها مية، بنزل فيها ببصلة زي ما هي، وخمس فصوص من الحبهان، ورقتين من ورق اللوري، وكمان حباية طماطم متقطعة نصين. منزل عندي بقى هنا برشه فلفل اسمر وشويه كمون وشويه من الكزبره. اول ما تغلي معايا اظبط عندي معلقه من الملح صغيره، واروح نازله عندي بنص كيلو اللحمه، اسيبها بقى تستوي معايا. ادي الشوربه معايا شغاله، بجهز بقى عندي للبسله. ما شاء الله بحط في الحله التانيه معلقه من السمنه، واروح واخده كده قطعتين كده ولا 3 من اللحمه معايا، ده نص كيلو يا جماعه. شفتوا الحاجه القليله ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيها والله بجد. ما شاء الله اشوح بقى اللحمه مع بصلايه صغيره متقطعه، مع رشه من الفلفل الاسمر ورشه من الكمون ورشه كمان من البابريكا ورشه من الكزبره، تبقى طعمها خطير جدا ما شاء الله. شايفين حضراتكم لون اللحمه معايا اتشوحت معايا ازاي؟ اللهم بارك. هنا بقى في الخطوه دي بنزل عندي بعصير الطماطم واسيبها تتسبك معايا نص تسبيكه. احط اظبط عندي الملح الاول. ما شاء الله ادي شايفين لون الصوص معايا خطير جدا. هنا بقى انزل عندي بمعلقه من الثوم علشان اظبط معايا الاكله يا جماعه. مكان الهون مكان الثوم اللي انا دقاه بزوده ميه، واروح حاطه عندي بظبط عندي الميه للاكله. ما شاء الله. واروح بقى بعد كده اول ما تغلي الميه احط عندي البسله مع الجزر، بيبقى بقى احلى اكله معاكي يا ست الكل. شايفين البصله ديت؟ البصله دي اكلها صحي جدا، اتمنى حضراتكم تجربوه. مش تنسوا تكتبوا لي تعليقاتكم على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.